لعل اختيار اسم القناة إمبو، وهي عبارة عن الحروف الأولى من الكلمة الإنجليزية empowerment التي تعني التمكين أو التفعيل، دلالة واضحة إلى الهدف الحقيقي لإنشاء أول قناة تدار في الغالب من فئة المعاقين بمرض متلازمة داون. ودلالة أخرى يريد القائمون على المشروع إرسالها للعالم أن لدى كل إنسان قوة بشرية يستطيع أن يسخرها بشكل إيجابي لبناء مجتمع سليم رغم الإعاقة الخلقية. لدي قناعة راسخة بأنه لدينا طاقة كامنة في داخلنا، لو استثمرناها بشكل جيد فسنكون عناصر فاعلة في مجتمعاتنا، لا أن نكون على هامش الحياة. وهذه هي رسالتنا التي نريد إيصالها للعالم من خلال القناة. تبث القناة التي انطلقت بميزانية 4 ملايين دولار كدفعة أولى ل5 سنوات برامج متنوعة كالأخبار والأغاني والمسلسلات وبرامج ترفيهية، وتهتم بمتابعة أنشطة ذوي الاحتياجات الخاصة ولو قاموا بها خارج النرويج. كادر العمل لدينا مكون من 11 شخصا كلهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، نتناوب فيما بيننا لتأدية المهام المطلوبة منا، وقد أخذنا جميعا دورات تدريبية لتهيئة أنفسنا مهنيا للقيام بهذا العمل. وأكثر ما يميز تلك القناة البساطة في تقديم البرامج بطريقة سهلة وخفيفة وعفوية في الكثير من الأحيان، يدفع المشاهدين لمتابعة الأخبار التي يذيعونها لحملها نكهة وبصمة خاصة بهم وابتعادها عن النمط الروتيني. نقوم بعقد جلسة يومية للتخطيط من أجل متابعة القضايا والبرامج وعرضها بطريقة تتناسب مع قدراتنا وطاقاتنا. عملنا ليس سهلا، لكن تولدت لدينا قناعة بضرورة المضي قدما نحو التفوق لإثبات ذواتنا. بمجرد أن تخطو خطواتك الأولى في القناة تدرك أن الأحلام البسيطة في العالم الكبير قد تصنع المعجزات، وأن الإعاقة العقلية أو الجسدية تخلق نوعا من التحدي للإبداع والتميز وتشكل حافزا للنجاح. فمن شطارة الجزيرة أوسلو.